الزمالك بيصالح جمهوره، واحلى مسا على وليد دابس. خدت بعضي ورحت قابلت الشبيبه، قعدتهم وعدت كل جمهور الزمالك حاضرين بقوه وقت الازمات. جمهور الزمالك رغم الاخبار الهم الا انه كالعاده بيتحدى الظروف، وكالعاده برضه بيساند فرقته بقوه وبيندش ال3 بونت من قلب استاد هيئه قناه السويس. واحنا في نص الطريق بفكر ايه اللي يخلي الاسماعيلي والاتحاد السكندري يلعبوا في القاهره واحنا نلعب في الاسماعيليه، لحد ما افتكرت حاجه كده. انا نفسي ماتشاتنا كلها تبقى هنا. تحفه، فشيخ بجد، حلو قوي. مش انت يا فالح جدع حبيبي، اضحك واتبسط. قابلنا انا ورجاله، جمعنا بعضينا وتوكلنا على الله ومسكنا الطريق. تاني مره نروح الاسماعيليه، وصلنا استاد هيئه قناه السويس، دخلنا في الاجواء. الراجل الخواجه اخيرا ادرك حجم النادي اللي هو بيدربه وعدل الملعب. مجرد ما الجمهور عرف التشكيل، دي كانت توقعاتهم. توقعاتك ايه يا جدو بعد الراجل ما عدل الملعب؟ ان شاء الله 3-0. الراجل الولا بيزرع هيعملها. ها؟ الواد ده قرد كان عندي فار بدلته بأسد. ايوه يا جدو. توقعاتك ايه بعد ما الراجل عدل الملعب النهارده؟ ان شاء الله العيال دي كويسه. هتعمل حاجه. عدل بقى الملعب، ما عدلش الملعب هيعملوا روحهم كويسه مع بعضيهم، بيحبوا بعضيهم. جوه سالكه. طب توكلنا على الله. واحب اوجه رساله لكل واحد في الكومنتات. لا علي صوتك بقى. الزم شجرتك يلا انت وهو. عمور دباغ 2 اسيست، ان شاء الله يحط جول تاني. السلام الوطني والله اهو. السلام الوطني مجلتش. زي ما الجمهور توقع بالظبط، الزمالك بدأ الماتش بشراسه وبينجح عن طريق بذرة في احراز الهدف الاول في اول ربع ساعه. لكن للاسف الخواجه يانيك زي ما ادرك حجم الزمالك لسه ما ادركش حجم الدوري، وان فرق زي مودرن ومقاولين مع عدم حفظ الالقاب ما ينفعش يتساب لهم الكوره. خلص يا صاحبي بالتاني والتالت على طول قبل ما يفوق من الكشاف الاولاني. استغل اسم الزمالك والزلزال اللي في المدرج. وبدايه الشوط الثاني زي اخوذ الشوط الاولاني، بس مودرن بيفتح الملعب عشان يعوض، ومن الولا شيكو بنزا معبيها لابو جبل ما بين رجليه بعد اسيست من خوان البذره. وللاسف برضو الزمالك بيتراجع بعد الجون اللي جابه، وبعد كده من خطأ من واحد من نجوم الماتش اخويا الونوش اللي بيضيع الكلين شيت الثالث على التوالي. محمد صبحي احسن حارس في الدوري، خد بالك يا اوشه. لو وصلت لحد هنا اعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب وكل الكلام الجميل ده. استنوني ان شاء الله يوم الثلاث في ماتش فاركو. اشوفكم في ثالثه. لا